مسرحية كان يا مكان. كيف ما قلت هي مسرحية مستوحاة من الأغنية كان يا مكان للكاتب السي محمد الباتولي. وحاولنا أننا نرسموا واحد الصورة من خلال واحد جوج ديال الشخصيات اللي هما الأساسيين اللي نقدر نقول لك هي كفكرة ديال هاد الشخصيات اللي هما جوج، أو كأفكار ديالهم او كخواطر اللي كدور في بالهم، هي اللي قدرنا اننا نوظفوها ونخرجوها ونلعبوها على خشبه المسرح. ونتمنى ان العرض يكون نال الاعجاب ديال الناس اللي جاوا وحضروا وشافوا هذا العرض. مجموعه ديال الشباب اللي شاركوا في هذا العرض المسرحي، شباب واش هما خريجين المعهد المسرحي او غير هوايه وعجبهم المسرح وبغاو يشاركوا معكم في المسرح؟ الشباب اللي لعبوا في هذه المسرحيه هذه الاغلبيه، او الى من نقول الكل، ما كاينش اللي عنده المعهد، مي كاين اللي عندهم، كاين اللي كيديروا تكوين حول المسرح، ولكن كاين واحد النسبه قليله، نقدر نقول لك واحد جوج ديال الاشخاص اللي واخدين تكوين في المسرح. الباقي شباب عاشقين للمسرح، هواة يعشقون المسرح. وهذا راه الاغلبيه، نقول لك 90% من الدراري اللي اول مره كيلعبوا خارج دار الشباب، لان هذه المسرحيه هذه اول مسرحيه، هو العرض الاول ديالها، وفي نفس الوقت هي اول تمره لفرقه خطوط للمسرح. لما تقول شكرا غادي نقولها لبزاف ديال الناس، وعلى راسهم هاد الشباب اللي صراحه اللي صابرين معايا، ونقدر نقول لك حنا صابرين مع بعضياتنا، كنتحملهم كيف ما هما كيتحملوني. حنا كنخدموا في اطار واحد الايكيب، ماشي رئيس ومرؤوس، يعني أنا واحد الفرقة، وكل شخص عنده واحد الدور فيها. نقول شكرا لبزاف ديال الناس كيف ما ذكرت، الشباب اللي خدموا، ولكن كاين واحد كلمة الشكر، لولا هاد الناس اللي غادي نوجه لهم الشكر دابا ما كانش غيكون العرض. السي جمال كاموس اللي هو رئيس جمعية منتدى عين الشق للتنمية، اللي صراحة موفر لنا الظروف اللي نشتغلوا فيها. ولكن كاين واحد الشخص عاوتاني صراحه اللي ما نقدرش ننساه، اللي هو السي نور الدين الحجاوزي، اللي دار واحد المجهود باش نقدروا اننا ناخذ الترخيص باش نستغلوا هذه القاعه هذه. يعني راه كان دار معنا المستحيل باش اننا ناخذ الترخيص قانوني واننا نستعملوا هذه القاعه، لان صراحه 48 ساعه والترخيص مازال ما كاينش عندنا. صراحه كنشكروا بزاف على الوقفه ديالو معنا، زعما صراحه كلمه شكر قليله في حقه. اضافه كنشكر الاداره ديال المركب الثقافي سيدي معروف، اللي على راسهم السيده المديره وباقي الموظفين ديال الاداره اللي ساعدونا ووفروا لنا، وما كانش الحمد لله ما كاين لا عراقيل لا حتى شي حاجه اقولها، لانني عشت اليوم معهم من الصباح تقريبا، من 10 ديال الصباح حضرت هنا، هيئنا القاعه، كل شيء الامور كانت ميسره، فكنقول لهم شكرا 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 جزيلا. كذلك كنوجه الشكر الكبير لعماله عين الشق، لان صراحه هذا الترخيص راه تبارك الله راه كيدوز بزاف ديال المصالح باش يقدر يكون عندنا، فشكرا للعماله ديال عين الشق على انهم وفروا لنا هذا المكان وهذه التحفه هذه اللي قدمنا فيها هذا العرض. شكرا لهم بزاف. تفضل. السلام عليكم، الاسم ديالي بلا رقام. اليوم احنا في قاعه العروض سيدي معروف، نقدموا واحد العرض مسرحي لفرقه خطوط للمسرح في عين الشق. وانا جد مسرور اللي اتاحت لي الفرصه انني ندير هذا العرض مع هذه الفرقه وفي هذه قاعه العروض ديال سيدي معروف، وان شاء الله نتمناو من هذا العرض انه يزيد يتطور، وان شاء الله نديروا به جولات خارج اطار كازا في مدن اخرى ان شاء الله. وكنشكر. التدريب ديالكم لهذه المسرحيه فين كانت؟ عطينا واحد اللمحه على فين كانت التدريب ديالكم اليوميه لهذا قبل من هذا العرض. مرحبا. التدريب ديالنا كانت في قاعه في دار الشباب في عين الشق. دار الشباب عين الشق كانت واحد الجمعيه هي اللي مهتمه بالتدريب، والاستاذ ديالنا المخرج ديالنا. يعني التدريب يعني كانوا كيدوزوا يعني تقريبا
كل جوج المرات في السيمانه وداك الشيء، وكنا يعني بغض النظر على التدريب في عين الشق، ما كتطمحوش هذه المسرحيه مثلا تشاركوا بها في مهرجان؟ بطبيعه الحال ان احنا باغيين هذه المسرحيه اننا ندوروا باب، يعني اذا اقتضى الحال ان جميع المهرجانات اننا نكونوا حنايا يعني حاضرين فيهم وداك الشيء، وعلاش لا ان ندوروا نجولوا المغرب كامل على نفس المهرجان. الافراد ديال المجموعه واش محترفين ولا غير هواة كيعجبكم المسرح؟ يعني احنا يعني باغيين غير هواة، يعني كيعجبنا المسرح وداك الشيء، ما كاين واحد الانسجام بيناتنا وداك الشيء، وروح يعني باغيين يخدموا المسرح، باغيين هادشي علاش اننا خلانا نكونوا منسجمين مع بعضياتنا، وهادشي اللي يعني بحال مثلا كنبانوا ماشي تقريبا كنبانوا ماشي هواة، يعني بغض النظر ان كاين واحد الانسجام اللي هو عائلي، ماشي غير صحاب حنا بيناتنا، اللي كيبان واحد الانسجام اللي هو عائلي. هادشي اللي كاين. كلمه اخيره كنشكركم على حسن تلبيه يعني الدعوه ديالنا، وكنشكروا قاعه سيدي معروف يعني المكلفين بها وعماله، وكنشكر الجميع يعني من ساهم في انجاح هذا العرض، وشكرا. بزاف ديال الاساتذه، منهم استاذ شعيب زمار اللي كان مسؤول على السينوغرافيا ديال المسرحيه، استاذ مراد رفيق اللي هو سيناريست ومخرج ديال المسرحيه. كاينين بزاف ديال الاساتذه، تعذر عليا اني نعرف السميات ديالهم، ولكن كلهم كانوا واقفين معنا، كانوا بزاف ديال الاساتذه كيجيو وكيتفرجوا في المسرحيه وكيعطونا الراي ديالهم وكناخذوا بالراي ديالهم. منهم كاين استاذ جمال مسؤول على دار الشباب عين شق، والناس ديال سيدي معروف رحبوا بينا وعطاونا القاعه، عطاونا المركب باش نتدربوا فيه اولا عاد نخدموا فيه، فشكرا لهم بزاف حيت عاونونا. وكاينين بزاف ديال الناس صراحه عاونونا من قريب وبعيد، وكانوا تيحضروا وكانوا كياخذوا عناء ديال الوصول عندنا، ولكن واخا هكا كانوا تيعاونونا وشكرا لهم بزاف. السلام عليكم. الاسم الكريم أسامة أفرياط، طالب في شعبة القانون السنة الثانية. المهم اليوم عندنا عرض اللي غيكون العرض ديالو الأول لفرقة خطوط اللي تحت لواء جمعية منتدى عين الشق، للرئيس ديالها هو جمال قاموس. كنلبيو كل الشكر لأنه خدا هاد الدراري هادو وجمعهم في واحد الفرقة وقال لهم زيدوا القدام وخدموا باش اننا نهزوا بعين الشق. وبدوري كنشكر الناس ديال العماله تاع عين الشق اللي صراحه عطاونا هذا المركب هذا باش نعطيو فيه دوك الهوايات اللي عندنا وديك الطاقه اللي عندنا نفرغوها في هذا المركب الكبير. ونتمنى ان هذه المسرحيه هذه تعجب كاع الناس اللي حضروا. وهذه المسرحيه راه مستوحاه من عند الكاتب اللي كتب الاغنيه ديال كان يا مكان، محمد الباتولي، اللي صراحه كنشكروه بزاف اننا عطانا واحد الاغنيه اللي يمكنك انك تخرج منها بزاف ديال الحوايج، ماشي غير هذه المسرحيه اللي خرجنا منها حنا، ولكن يمكن لك تخرج منها بزاف ديال المسرحيات وكل واحد ومن جهه هذا المنظور ديالو. وحاجه اخرى اللي ما ننساش كنشكر الاستاذ مراد رفيق اللي صراحه هو اللي عنده دور كبير باش ان هاد الشباب هادو يتجمعوا في هذه الفرقه هذه ويؤديوا هذا العمل هذا في يد وحده. واخيرا كنشكروا الاداره ديال المركب الثقافي سيدي معروف اللي داروا فينا الثقه وعطاونا اننا نديروا واحد العمل اللي صعيب باش ان شي واحد يعطيك دير عمل وانت اول مره غادي ديرو. هنا كنشكرهم وبحراره، وشكرا لكم بزاف، وشكرا للاخبار المساء اللي جاوا عندنا ولباو النداء ديالنا. شكرا لكم بزاف. السلام عليكم، معكم غزلان وحيد، عضوة من فرقة خطوط للفن. شكرا لكم بزاف بعد على الحضور ديالكم، شكرا بزاف الناس اللي ساندونا وحضروا معنا لهاد المسرحية، العرض الأول للمسرحية. احنا فرحانين بزاف في هذا النهار. وبالنسبة لفرقة خطوط فهي راه فرقة يلا بدات ويلا العرض الأول ديالها وغيكون إن شاء الله في متناول الجميع. وبالنسبة للمسرحية هي كتدوي على بزاف ديال المواضيع غادي تكتشفوهم ان شاء الله فاش تحضروا العرض الثاني ان شاء الله. و كتهضر على بزاف ديال المواضيع. المسرحيه اللي هي
تحت عنوان تانية مكان، تحكي بزاف ديال الاحداث اللي منهم تكون السياق ديالهم تقليدي قديم شويه. حنا تنحاولوا اننا حنا معاصرين، وحنا واخا في هذا العصر يعني حديث تنحاولوا نرجعوا للقديم بهذه المسرحيه، تنحاولوا نديروا بزاف ديال الحوايج اللي تقليديين من اللباس من الماكياج باش نكونوا عن حسن الظن ديالو. السلام عليكم، نقدم لكم راسي زكريا ميكار، 21 سنه، عضو في فرقه خطوط للمسرح. وبصراحه ما بغيناش نحرقوا لكم مسرحيه تانية مكان. هي واحد المسرحيه اللي كتحكي على اشخاص اللي هما كيحبوا بعضياتهم والقبائل ديالهم ما باغينهمش، يعني كما شفتوا معنا ديما الاب باغي يبيع بنته. هي تقريبا قصه واقعيه وفيها شويه بعد خيالي. المهم كنشكروا مقاطعه عين الشق اللي خصات لنا هذا المركب اليوم باش نعرضوا المسرحيه، العرض الاول ديالها والعرض الاول ديال فرقه خطوط. وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا لا من بعيد ولا من قريب. كنقول لهم مازال نعطيو اكثر، مازال هاد الشباب طامحين انهم يزيدوا يخدموا داخل المغرب وخارج المغرب. ما كرهناش شويه ديال اليد المساعده كما شفتوا معنا. تبارك الله الناس هما جايين داخلين، كلشي فرحان، كلشي فرحان بوليداته تبارك الله. والسلام عليكم.